أهلا بيكوا، يا رب دايما بخير. لو عايزين بقى حاجة منعشة وباردة كده في الحر ده يبقى لازم تشوفوا الوصفة دي. حالة كب كيك السوكسي والمحشية بحشوة كريمة لذيذة جدا ومختلفة. وصفة منعشة وبطعم لذيذ جدا ومميز، حلوة جدا لأعياد الميلاد والمناسبات، وفي أي وقت تقدروا تعملوها. مش محتاجة بقى فرن ولا أي حاجة، سهلة جدا وبسيطة. طبعا هي فخمة جدا في التقديم وفي نفس الوقت طعمها غني جدا ولذيذة قوي. تعالوا بقى نشوف الوصفة المميزة دي بتتعمل ازاي. بس ياريت قبل ما نبدأ، واللي أول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب للقناة، واللي متابعني يعمل لايك، واللي متابع صفحتي على الفيسبوك يعمل لايك وفولو. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. نبدأ الأول بصوص الشوكولاتة. عندنا معلقتين كبار ونص من الكاكاو الخام، ولازم نوع الكاكاو يكون كويس لأنه هيفرق في الطعم كتير. 5 معالق من السكر، وطبعا السكر على حسب نوع البسكوت برضو ممكن نقدر نقلل او نزود حسب نوع البسكوت اللي هنستخدمه. معلقتين كبار من اللبن البودرة، ودول اختياري بس حقيقي بيضيفوا طعم وغناوة للصوص. وعندنا 3/4 كوباية من الحليب او الملك، وبنضيفهم بالتدريج علشان نتحكم في ذوبان الكاكاو ما يتكتلش مننا، وكمان باقي المكونات كلها تندمج مع الحليب. كل المكونات بدوبها كويس على البارد، وبخلي عندي الزبدة ومكعب الشوكولاتة. الزبدة عندي حوالي 3 معالق كبار، ومكعب شوكولاتة دارك حوالي 30 جرام. بضيفهم الاتنين في الآخر بعد ما يغلي الصوص. بنشغل الغاز على الخليط ونستمر بقى في التحريك. أول ما يغلي الصوص بنضيف الشوكولاتة ونضيف الزبدة، وأول ما تدوب بنضيف الفانيليا، وبنشيل على طول الخليط من على الغاز. حابة برضو أكد إن مكعب الشوكولاتة اللي بنضيفه للصوص هو اختياري، لكن هو بيعزز ويقوي طعم ونكهة الكاكاو الخام. على ما الصوص يهدى ويبرد بنحضر بقى البسكوت بتاعنا. عندي 200 جرام من البسكوت، أي نوع بسكوت تفضلوه. وبكسره بقى قطع كده صغيرة، مش بيتفرفت خالص، احنا مش عايزينه بودرة بس عايزينه قطع. والقطع هنا أنا عملتها قطع صغيرة شوية. بعد كده بنضيف الصوص، وطبعا الصوص بيكون بارد تماما علشان نحافظ على قرمشة البسكوت، احنا مش عايزينه يطرى خالص. بعد ما اندمج البسكوت مع الصوص كويس قوي، بكون مجهزة قوالب كب كيك، وبستخدمها بقى عشان ادي الكيك بتاعي الشكل النهائي بتاعه. بضيف كده حوالي معلقتين واسكنها في قلب القالب، بحيث في الاخر تبقى على شكل كده طبق صغنون مفرغ، وتكون احرفه سميكة والقاعدة برضو سميكة، يعني نحط كمية كويسة. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنعملها. انا استخدمتها الاول بالمعلقة كده، ابتديت ان انا اثبت الجوانب واعمل الاحرف بالشكل ده، بس لقيتها يعني مش احسن حاجة. ضفت اللي انا عايزاه بالمعلقة، الكمية في كل قالب محتاج قد ايه، وبظبطه سريع كده. وبعد كده اسكنه بايدي واضغط عليه كده بالطريقة دي، بحيث اضمن ان الكيك عندي مضغوط كويس قوي من الجوانب ومن تحت، من القالب من تحت، عشان لما اشيله من ورق الكب كيك يفضل محافظ على شكله، يبقى شكله في التقديم مظبوط جدا. بخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة وندخله التلاجة مدة مش أقل من ساعتين، وممكن ندخله الفريزر حوالي نص ساعة لو مستعجلين. في الوقت ده بجهز الكريمة، وهي طعمها بقى مش قادرة أوصفلكوا، لذيذة جدا. عبارة عن 100 جرام من الزبادي اليوناني، وبضيف لهم معلقتين كبار من الحليب المكثف المحلى، وادمجهم مع بعض وخليهم على جنب. واعمل باقي الجزء التاني من الكريمة. عبارة عن باكو من الكريم شانتيه البودر، وبنتبع التعليمات اللي على العبوة. وبعد ما اضربه كويس بضيف له فنجان من الكريمة السايلة. زي ما قلت لكم انا بحب اضيف الكريمة السايلة مع الكريم شانتيه البودر، واضيف الخليط ده لخليط الزبادي والحليب المكثف، وكمان نص فنجان شوكولاتة خام سايحة على حمام بخار، او من الشوكولاتة اللي كنا عملناها في الاول، صوص الشوكولاتة ممكن نضيف منها على الكريمة. شايفين بقى بعد ما بردت وطلعت من التلاجة مظبوطة جدا، تماسكت وبقت حلوة جدا. هضيفها بقى ممكن على مفرش زي دوت، وممكن تتساب زي ما هي. انا هعمل جزء كده يتقدم بالشكل ده، والجزء التاني في نفس ورق الكب كيك، متماسكة ومحافظة على شكلها، والبسكوت فيها شكله تحفة. شايفين شكله عامل ازاي؟ بعد كده ببدأ أملى القالب بقى بخليط الكريمة الخطير اللي لازم تجربوه. طبعا لما بيدخل التلاجة تاني بعد ما بشكله كده بيبقى قوامه متماسك أكتر بسبب الشوكولاتة الخام اللي ضايفينها للكريمة. بنضيف بقى النسبة اللي احنا عايزينها وحابينها، تكتروا تقللوا نسبة الكريمة، ده على حسب ما تحبوا.
وطبعا التزيين تقدروا تعملوه بالشكل اللي يعجبكم، كل واحد حسب ذوقه ورغبته. انا هنا زينتها بالفستق المجروش كده خشن شوية، عملت 3 كده، والتلاتة التانيين زينتهم بشوكولات شابس. مش قادرة اوصفلكوا قد ايه لذيذة الوصفة، وميكس كده الكريمة مع كيك السوكسي حقيقي خطير. وطريقة التشكيل دي مختلفة ولذيذة، شايفين شكلها عامل ازاي؟ حقيقي تفتح النفس ومميزة جدا. مش قادرة الحقيقة اوصفلكوا طعمها، لازم تجربوها بنفسكم، انتوا هتعرفوا قد ايه هي مميزة ولذيذة جدا. شوفوا بقى شكلها عسول قد ايه، ده غير بقى طعمها الخطير. وشكل البسكوت مع الشوكولاتة وانتوا بتقطعوها كده حلو جدا وباين طبعا. حقيقي شوكة ورا التانية هتلاقيكوا بتخلصوا واحدة وعايزين التانية كمان، طعمها خطير. أتمنى تجربوها على طريقتي، وأنا واثقة إن هي هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وإن شاء الله أشوفكم في وصفات جديدة. باي باي.